يا رب يعني نصوت ولا نلطم ولا نعيط ولا نعمل ايه بجد؟ هي طقوس يا جماعه بجد والله طقوس. يعني لازم كل ماتش قمه يعني نص الفريق اتصاب بجد والله العظيم. يعني مش كده يا جدعان، مش طقوس، مش كل ماتش والله. يعني شايفين الرباعي اللي قدامكم دول يعني مهددين بالغياب في ماتش القمه. يعني اهم رباعي مش يعني هنلعب من غير خط وسط ومن غير مدافعين يا جدعان ولا ايه؟ يعني بجد والله هو في حد عامل لنا عمل يا جماعه؟ هو بجد والله ده الفريق نص الفريق كله متصاب، يعني نص الفريق كله متصاب واحنا هنلعب مع الزمالك في القمه. يعني انا مش عارفه اقول ايه والله. يعني بجد يعني هو اي 11 لاعب طبعا بيكسب. يعني مش اي حاجه، الاهلي ما بيقفش على حد، بس دول لعيبه مهمين يا جدعان. يعني وجودهم هيفرق معانا في الماتش. يعني وجودهم ان شاء الله هيفرق بس انا على ما اعتقد في يعني معلومه عندي ان في لعيبه هتلحق المباراه. يعني في لعيبه هتلحق الماتش ان شاء الله. يعني يا رب الاربعه يلحقوا الماتش يا جدعان والله. اهم يعني بصوا اي نفر في النادي الاهلي مهم في الماتش ده. يعني الماتش ده كون او لا تكون تكسب خلاص. هي مش مفيش حاجه اسمها تخسر. يعني انت هتكسب ان شاء الله. يعني اصل طالعين بقى يتريقوا علينا ويقول لك احنا مش عارف ايه وزي اوعى تنام يا اهلي برضو. يعني طالعين منزلين الصوره دي ويقول لك بيتريقوا يعني وبيحفلوا. عملوا برضو كده ساعة القاضية وقفش رد عليهم. يعني نتمنى يا اهلي ان انت ترد عليهم بقى الماتش ده. يعني نتمنى من ربنا ان انت ترد الماتش ده، واللعيبه برضو تسترجل كده. احنا واثقين طبعا فيكم في النادي الاهلي ان انتوا هتكسبوا ماتش القمه ان شاء الله. بس يعني الغيابات يا جدعان والله يعني بجد والله العظيم رشوا ملح كده وبخروا وجيبوا جيبوا شيخ كده يقرا في التتش كده، يمكن الاصابات تبعد عننا. يعني نيجي بقى الناحية التانية عند غريمنا بقى. يعني انما حد جاله برد حتى، يعني اي حاجة، يعني عطس مثلا، جاله كحة، مفيش يا جدعان صحة. ايه ده بجد والله بقى؟ يعني الاصابات ما بتعرفش غير لعيبه النادي الاهلي. يعني الاصابات ما بتعرفش غير لعيبه النادي الاهلي. يعني ايه ده لاعب في النادي الاهلي ده انت هتتصاب وش؟ طب ايه يا جماعه بجد والله اشمعنا احنا؟ يعني اشمعنا احنا؟ بس ان شاء الله يعني يلحقوا الماتش ان شاء الله ونلعب ماتش القمه، وان شاء الله الدوري يكون في الجزيره. حاجة كمان يا جماعة، ما ننساش ان احنا كلنا نقول يا رب النادي الاهلي يكسب الزمالك يوم السبت.